بيبدأ فيلمنا مع شخص لابس كاب اسود بيدخل مشتى الورد وبيسأل اللي واقف هناك اذا كانت مادة النوفشتوك وصلت ولا لا، فبيبلغوا صاحب المشتل ان الحاجة وصلت بس هيحتاج فلوس زيادة لان كل افراد المينا اللي ساعدوني في تهريب التوفشتوك زودوا سعرهم، فبالتالي الفلوس زيادة. فبيديله الراجل شنطة الفلوس، لكنه بعدها ب5 دقايق صاحب المشتل بيبدأ يكح دم وبيموت في ساعتها. فبيجري عليه العامل اللي شغال معاه، لكنه الراجل بيقتله بالمسدس وبياخد مفتاح العربية اللي فيها الشنطة وبيولع في المكان وبيمشي. وبنروح بعدها لإيثان ونورا وهم بيصحوا علشان يروحوا شغلهم، وبيكونوا فرحانين لأن نورا عملت اختبار الحمل وطلعت إيجابي. وبتبدأ نورا تسأله عن الحمل، وبيبدأ إيثان يقرا كتير في الموضوع وبيكونوا متحمسين جدا، وبيلبسوا الاتنين وبيروحوا لشغلهم اللي بيكون في المطار. لكن إيثان بيشتغل كفرد أمن ونورا بتشتغل مديرة علاقات، وبيكونوا رايحين الشغل في ليلة راس السنة، وده اللي بيكون مضايقهم، لكن بيكونوا متحمسين انهم هيرجعوا يحتفلوا بالحمل. وبيوضح لها إيسن انه فرحان لكنه كان نفسه يحصل وهو وضعه مستقر اكتر من كده، وشغال شغلانة بيحبها وبيقبض مرتب كويس. وبيوصلوا للمطار وبيركبوا الباص اللي هيوصلهم للمبنى اللي شغالين فيه. طلب نورا من إيسن انه يرجع يقدم مرة كمان في أكاديمية الشرطة، فبيسألها عن السبب اللي خلاها تطلب ده، فبتقول له ان دي اخر مرة شفتك متحمس فيها الحاجة، وانك اترفضت مرة بس حاول تاني وتالت، انت بقيت شخص تاني لما اترفضت. وبيروح كل واحد منهم على شغله، وبيوصل إيسن متأخر 10 دقايق علشان الاجتماع بتاع أفراد الأمن، وبيكون مدير الأمن بيديهم نصايح للتعامل مع اليوم علشان الزحمة اللي هتكون موجودة بسبب راس السنة، وانهم يحاولوا يكونوا هاديين وما يعملوش زحمة، ولو شكوا في شنطة يطلبوا حد من أفراد الشرطة يتدخل، وإنه في قلم بالليزر هيتسلم لأفراد الأمن بيكشف تزوير تذاكر الطيران. وبيجي صديقهم إيدي يتكلم معاهم ويهزر ويقول لهم إن ألبومه الجديد هينزل قريب، لكنه معاه سي دي قبل ما ينزل لحد، فبيساعده إيسن وبيديله فلوس مقابل السي دي، فبيبارك له إيدي على الحمل. فبيستغرب هو عارف منين لأنه ما قالش غير لجيسون، فبيروح يسأل جيسون، فبيقول له أيوه أنا قلت لكل الناس عشان خلي الناس تفرح لك وأنا كمان فرحان لك. وبيبدأ يتكلم معاه عن اللي قالته نورا ليه، فبيقول له جيسون انك فعلا مش شغوف بالشغل، وان اتعينت بعديك بشهرين واترقيت مرتين وانت مش عاوز تترقى وعاوز تفضل مكانك، فبيقول له انها معاها حق. فبيقتنع ايسن وبيروح لساراكاوسكي مدير الامن وبيطلب منه ترقية، فبيتريق عليه مدير الامن وبيقول له جاي متاخر على الاجتماع وبتطلب ترقية، وبيرفض يكمل الكلام معاه وبيدخل غرفته وبيقفل الباب. لكن ايسن ما بييأسش وبيفتح الباب على المدير، لكن بيلاقي عنده الضابط ويليامز وفرد الامن جيسون صديقه، بس بيكمل كلامه وبيقول له يمكن انا وصلت متاخر ومش بهتم بشغلي قوي، لكن دايما في افضل درجات في تقييمات المخاطر ومحدش اشتكاني قبل كده، وبعرف اكتشف التزوير احسن من افراد الشرطه. وبيطلب منه انه يخليه النهارده يقعد على الالات الفحص في المطار وهيثبت له انه قد الشغل والترقيه. فبيقول له مدير الامن انهم سلموا الالات الفحص لافراد الامن الاعلى رتبه، فبيدخل جيسون وبيطلب من مدير الامن انه يحطه مكانه، فبيوافق مدير الامن وبيبعت إيسان على طول لنورا يفرحها، وبتركن عربيه خاصه بشركه ريدي تيدي قدام المطار، وبينزل شخص منها لابس نظاره وبيركب في الكابينه ورا، واللي بيبان انه خطف شخص وربطه، وبعدها بيفتح كل كاميرات المطار والسيستم بتاعه بيكون معاه. وبنرجع تاني لإيسان وهو بيشكر صديقه جيسون وبيطلع لصاله المطار يستلم مكانه، وبيتكلم مع صديقه ضابط الشرطه ويليامز، فبيعلق ويليامز ان في بقعه على القميص بتاعه، فبيديله قلم كده بيطلع حبر شفاف بيشيل البقع، وفعلا بيستخدمه إيسان وبتروح البقعه قبل ما يبدا شغله. وبنروح بعدها للراجل اللي في العربيه اللي مخترق كاميرات المطار، بيكون بيتواصل مع حد فيديو كول وبيصور له انه في بيت جيسون وانه مراته وبناته التوأم موجودين هناك، فبيرجع الشخص لكاميرات المطار من تاني لكن ما بيلاقيش جيسون اللي قاعد على آلات الفحص، فبيعرفوا اسم إيسن من الاي دي اللي بيكون لابسه وبيجيبوا شويه معلومات عنه. فبيقترح الشخص اللي في بيت جيسون انهم يخطفوا عيلته ويجبر جيسون انه يرجع مكانه، فبيترفض الاقتراح وبيشوفوا انهم كده ممكن يعملوا شوشره لنفسهم. وبيكون إيسن بيقوم بشغله عادي، لكن بتعدي بنت شعرها اسود في ازرق بتقول له ان اخدت الحاجه اللي موجوده في البوكس بتاعها، لكن السماعه دي مش بتاعتها، فبياخدها إيسن وبيقول لها سلمها للامانات، وبتوصل له رساله على الموبايل انه يحط السماعه في ودنه، وفعلا بيحط السماعه في ودنه، فبيسمع حد مجهول بيكلمه وبيقول له ان اليوم ده هتفتكره باقي حياتك، شنطه واحده مقابل حياه واحده. فبيفكروا مقلب من ايدي، لكن الشخص المجهول بيقول له ايدي بيقوم بشغله جنبك بص عليه. وفي نفس الوقت بيكون الشخص اللي كانت في بيت جيسون راح لبيت إيسان علشان يدور على حاجه يعرف يهدده بيها، وفعلا بيلاقي ورقه تخص نورا في الشغل، فبيعرفوا ان نورا تبقى حبيبته. وبيبدا الشخص المجهول يشرح لإيسان المطلوب منه
منه وانه هيعدي الشنطة علشان ما يضطرش يقتل حد قريب منه. فبيسأله ايثان الشنطة فيها ايه، فبيقول له الماس، فمش بيصدقه ايثان. فبيرد عليه الشخص المجهول انه مش هيفرق معاه فيها ايه، لان كده كده هي هتعدي، وانهم ما كانوش عاوزينه هو، لكن هو اللي غير مكان شغله النهارده. وبيعرفوا الشخص انه بيراقبه وبيراقب كل تصرفاته. فبيحاول ايثان ينزل موبايله تحت المكتب ويتصل بالشرطة. فبياخد باله الراجل اللي مراقب الكاميرات كلها وبيبلغ الشخص المجهول اللي بيكلم ايثان. فبيقول لايثان اقفل موبايلك حالا والا هنقتل نورة، وحطه في درج المفقودات واقفل عليه. ونبهه انه كل ما تقبله للامر كان اسرع الموضوع هيعدي اسهل واحسن. وبنروح بعدها للظابطة إلينا كول اللي بتكون رايحة الموقع الحريق اللي حصل في مشتل الورد اول الفيلم، وبتعرف ان العامل اتقتل بطلق ناري، لكن لسه ما حددوش اوليك مات ازاي. وراها ساعة اوليك اللي كانت في ايده، فبتلاحظ فيها جهاز تصنت لكنه اتحرق بسبب الحريق. فبتقول للظابط اللي معاها انها تعرف حد ممكن يصلحه لان اكيد اتسجلت عليه الجريمة. وبيكون ايثان بيقوم بشغله متوتر جدا، فبيطلب منه الشخص المجهول انه يقلل توتره عشان الناس ما تلاحظش حاجة، وحاول يهديه بانه يكلمه عن نفسه في اي حاجة موضوع تاني. لكن ايثان بيفكر انه يبعت رسالة للنجدة صوتيا عن طريق السمارت واتش اللي معاه. فبدأ يتكلم مع الراجل ويقول له انك بتهدد حبيبتي وانك عاوز تهرب حاجة من الامن، وكل ده بيتكتب تلقائي في الساعة. لكن الشخص اللي بيراقب الكاميرات برضه بياخد باله وبيبلغ الشخص المجهول. فبيطلب الشخص المجهول من ايثان انه يحط الساعة بتاعته مع موبايله ويقفل عليهم بالمفتاح، وبيبلغوا انه شريكه قرب يوصل فمحتاج انه يركز. وبنيجي للظابطة إلينا وهي مع هيرشل اللي طلبت منه يصلح جهاز التنصت. بعد محاولات منه لتصليح الجهاز بيكون برضو الكلام مش واضح، لكن بتقعد إلينا تحاول تفسر الكلام اللي كان بيتقال. وبيفضل ايثان والشخص المجهول بيتكلموا لحد ما شريكه اللي معاه الشنطة بيوصل، وبيبدأ ايثان يحاول يعرف مين اللي بيكلمه. فبيبدأ يركز على الأصوات اللي بيسمعها في السماعة من عنده واللي بتحصل في المطار لحد ما بيعرف يوصل للشخص ده. وده لانه كان بياكل شيبسي في التليفون وشافه وهو بياكل شيبسي في الكافيه اللي في المطار، وبيكون هو ده الشخص صاحب الكاب اللي قتل اوليك في اول الفيلم. فبعدها بيطلب ضابط يفتش شنطة شخص من اللي واقفين عشان يشغلهم شوية عنه، وبياخد تذكرة طيران الشخص وبيكتب عليه بالقلم اللي بيزيل البقع علشان شفاف. وبيجي ويليامز ياخد التذكرة ويوجه عليه ليزر اللي بيكشف التذكرة حقيقية ولا مزورة. فبيلاقي رسالة استغاثة من ايثان انه ينقذ نورة. فبيروح ويليامز علشان ينقذها، لكنه بيخبط في الشخص المجهول ده وهو ماشي، وبعدها على طول بيرجع دم وبيتخنق وبيموت. وبيجي الشخص ده ياخد تذكرة الطيران دي ويقطعها. وبيروح ايثان يقعد مع نفسه شوية لان صاحبه مات. فبيروح للراجل المجهول وبيبدأ يتكلم معاه ويعرفه ان هو اللي قتله، وبيهدده ان المرة اللي جاية هتكون نورة. فبيقوم ايثان يروح لمكانه اللي كان بيغطيه جيسون، وبيقول له ان نورة اتصلت بيه كتير وما ردش، فارجع اتصل بيها عشان كلمتني تطمن عليك. لكن بيجي امر من مدير الامن ان ايثان يسيب آلات الفحص عشان الدنيا زحمة جامد وعاوز حد متمكن وسريع وهيبقى يديله فرصة في يوم تاني. وطلب من ايثان يرجع لكشف المعادن من تاني، لكن الشخص المجهول بيقول له انه كده بيخلي بالاتفاق ولازم يتصرف. وبسرعة بيفكر ايثان وبيقرر يروح يحط مشروب كحولي في كوباية ويروح يبدله مع كوباية الشاي بتاع جيسون صاحبه. ولما اكتشف الموضوع ده مدير الامن طرد جيسون من الشغل وطلب من ايثان يغطي مكانه. ووصل الكلام ده لافراد الامن وبيعرفوا ان ايثان هو اللي ورا الموضوع، وبيبداوا يشكوا في تصرفاته لكنه مش بيعرف يشرح لهم. وبنرجع من تاني لإيلينا وهي بتحاول تفك الكلام في جهاز التصنت لحد ما بتوصل لكلمة نوفيتشوك وبتقرا عنه وبتعرف انه سم روسي خطير جدا وبيسبب الموت على طول وملوش اي مضاد للسموم. وفي نفس الوقت بيكون شريك الشخص المجهول بيعدي من آلة الفحص اللي عليها ايثان، وبيظهر لايثان ان في مواد خطرة جدا وعالية السمية في الشنطة، وبيكون موجود قنبلة معاهم وبيكون خايف جدا ومتوتر. وبعد ما بتعدي الشنطة والولد بيمشي بينادي عليه، فبيقول له الشخص المجهول يسيبه يمشي، لكنه بيقول له انه نسي تذكرته بس. وبيدخل بسرعة ايثان للحمام يرجع من اللي حصل، وبيدخل وراه الشخص المجهول وبيقول له يتعامل عادي ويروح يتغدى مع مراته في البريك، والمهمة هتنتهي لما شريكه يطلع على الطيارة. وبتتصل إلينا بوزارة الداخلية، وفي نفس الوقت بيوصل الشخص اللي في العربية من مصدر ليهم ان الشرطة بلغت وزارة الداخلية. وبيوصل العميل جون ألكوت لإلينا، لكنه في الأول حاول يقلل من كلام إلينا وإنها واخدة مصدرها من جهاز تصنت محروق. وبيقعد إيثان ونورا يتغدوا مع بعض لكنه مش بيكون على طبيعته معاها،
وبيتعصب عليه وهم بيتكلموا، لكنه بيرجع يصالحها قبل ما يبدأوا شغل من تاني. وبيجي بعدها مكالمة لكول عن طريقة موت ويليامز، فبتستغرب المحققة وبتقرر تروح المطار، فبيقول لها جون ألكوت انه هيروح معاها. وبيكلموا المطار وبيطلبوا منهم تفتيش عشوائي للناس اللي في المطار، وبيجمعوا افراد الامن كلهم عشان يبلغوا مدير الامن بالتفتيش وان في لستة اسماء هتتفتش. فبيحاول ايسن في الوقت ده انه يدخل على الليستة دي ويكتب اسم فلوريس ماتيو، وده اسم الشخص اللي عدى بالشنطة وشافه ايسن في التيكت بتاعه. والكلام ده كان بيحصل في غرفة مدير الامن اللي ما فيهاش كاميرات، فما كانتش العصابة عارفة توصل له. وبعدها بيشوفوا جيسون بعد ما لما حاجته علشان يمشي وبيزعق له وبيقول له انه زعلان منه جدا، لكن ما كانش مركز ايسن معاه. والشخص المجهول بيكلمه وبيقول له ليه اخدوا شريك يفتشوه وانت المسؤول قدامي. فبيبلغوا ايسن ان الموضوع خرج من ايده، وبيشيل السماعه وبيروح جاي ياخد نورة علشان يهربوا. لكنه هو بيتكلم معاها بيلاقي ليزر بندقية القناص على وشها، فبيحط السماعه من تاني وبيسمع المطلوب منه. وبيدخل ايسن الحمام وبيدخل ورا الشخص المجهول وبيتخانقوا مع بعض جامد لحد ما الشخص المجهول بيشغل قنبله موجوده في الشنطه هتنفجر في 10 دقايق، وانه هيخليه بدل ما يموت 250 فرد بس اللي كانوا في الطياره هيموت كل اللي في المطار، وهيكون هو السبب، وان القنبله دي مش بتتقفل من الموبايل، لازم تكون قدامي عشان اعرف اقفلها. فبيأمره يروح بسرعه ويلحق شريكه ويقفل القنبله، وبيطلب منه وهو رايح يقتل مدير الامن عشان يعرف يشتغل في القنبله من غير ما حد يعرف. لكنه لما بيدخل عليه المكتب ما بيقدرش انه يقتله، لكن بيجي شريكه بيمسك قلم ويضربه في رقبته. فبيتعصب ايسن عليه وبيضربه، لكنه بيعرف منه انهم خاطفين صديقه برضه وبيهددوه بيه، وان في سماعه في ودنه زيه بالظبط وهو بينفذ الاوامر وبس. وبيحاول ايسن يعمل التعليمات اللي قاله عليها الشخص المجهول لحد ما بيعرف يوقف القنبله. وبيقرروا يتخلصوا من جثه مدير الامن في غرفه الشنط عشان بتكون كل حاجه فيها آلية ما بيدخلهاش اشخاص كتير. وفي نفس الوقت بيكون هيرشل بيشوف لو قائمه المسافرين فيها حد مهم مثلا عايزين يتخلصوا منه، لكنهم مش بيلاقوا اي حد مهم. وبيبلغها هيرشل على قضيه تانية ان الوزاره هتبعت محقق ليها، فبتسأله اسم المحقق ايه، فبيقول لها جون ألكوت. فبتعرف ان الشخص اللي معاها منتحل شخصية جون ألكوت، فبتبدأ بينهم خناقة وهم في العربية بتنتهي بموت جون ألكوت. وبتنزل إلينا وبتاخد عربية وبتطلع بيها على المطار. وبنرجع بعدها لماتيو اللي بيكلمه الشخص المجهول وبيخليه يسمع صوت صديقه وهو بيطلب منه يخلص على ايسن في غرفة الشنط تحت. وفعلا لما بينزلوا لغرفة الشنط بيطلع ماتيو المسدس علشان يقتل ايسن، وبتبدأ بينهم خناقة بتنتهي بموت ماتيو. فبينزل بعدها الشخص المجهول لغرفة الشنط علشان حاطط في الشنطة جهاز تتبع وماشي وراه. وقبل ما يدخل الغرفة بيجي ظابط وبيبلغه ان ده مكان ممنوع التواجد فيه، لكنه بيقتل الظابط وبيدخل يدور على الشنطة، لكن ايسن بياخدها وبيحاول يهرب منه. وبياخد موبايل ماتيو وبيبعت رسالة لإيدي بيحذره فيها انه ينقذوا نورة من عربية ريدي تيدي. ولما بتقرا نورة الرسالة ما بتفهمش لحد ما بتشوف عربية ريدي تيدي بتركن قدام المطار، فبيجروا بسرعة لكن الراجل كان بيلحقهم في المطار. فبيطلب منها ايدي انها تجري هي تستخبى وهو هيروح يخلص معاه. فبيروح ايدي لكن الراجل بيضربه بالسكينة في بطنه وبيفضل يدور على نورة. وبتوصل إلينا وبتطلب من الامن انهم يوصلوها بايسن لانه صديق ويليامز. وبيخرج الراجل صاحب عربية تيدي ريدي يركب العربية ويجري ورا نورة اللي حاولت تجري منه لحد ما بيخبط في عربية تانية، فبتعرف نورة تهرب منه. وبتوصل إلينا لإيسن في غرفة الشنط وبتطلب منه يسلم نفسه، لكنه ما بيرضاش علشان يروح ينقذ نورة. وبيبلغها بكل المعلومات اللي يعرفها ورقم الرحلة اللي المفروض هيركبها الشخص ده، وانه شخص امريكي وانه لابس اسود في اسود ومعاه شنطة عليها شريطة حمراء ولابس كاب اسود. وبيضرب المحققة علشان تسيبه وبيجري. وبيوصل إيسن لنورة وبيحضنها، لكنه بيشوف الراجل بينشن عليها بالبندقية فبيلف علشان الرصاصة تيجي فيه. لكن في نفس الوقت ده بيكون صديق ماتيو اللي كان مخطوف في العربية بيمسك بندقية وبيقتل الخاطف. فبيقوم إيسن علشان يشكره وبيبلغه ان ماتيو مات. فبيتضايق جيسو صديق ماتيو وقال له انهم بلغوه انه هيكون في العاصمه بكره. فبيستغرب ايسن علشان الطياره اللي هيركبها رايحه لنيويورك. فبيعرف من جيسو انه كان معاه تيكتين، تيكت يعدي بيه من آلات الفحص وتيكت تاني هيسافر بيه على وجهه تانية، وده معناه ان في معلومات من اللي قالها لينا غلط. وبتظهر بعدها البنت اللي شعرها اسود فازرق اللي ادت السماعه في الاول لايسن وهي بتبدل شنطتها مع شنطه الشخص المجهول، وده عشان تسلمه الشنطه فيها مظله هوائيه عشان ينط من الطياره لما يفجرها.
شنطتها. وبيروح إيثان مع نورا يدور على الشنطة بالرقم التسلسلي اللي بيستلموه من المطار وبيتحط عليها لحد ما بيلاقوه ويعرفوا هي في انهي طيارة. وبيكون في نفس الوقت الشخص المجهول ركب الطيارة لكن شنطته ما بتجيش في مكان الشنط اللي في الطيارة، فبتطلب منه المضيفة انهم يحطوها في الخزنة تحت. وبيطلب إيثان من نورا تروح للظابطة إلينا وتطلب منها ما توقفش الطيارة عشان محدش يشك، لكن تسيب إيثان يتصرف، هو واقف القنبلة كده وهيعرف يوقفها من تاني. وبيكون هيرشل بيدور في الركاب من شخصية مهمة لحد ما بيشك في اسم واحدة غريس سواريز، وبتكون هي نفسها غريس تيرنر عضوة الكونجرس، لكنها متسجلة في قائمة المسافرين باسمها قبل الجواز، عشان كده محدش عرف يوصل ان في حد مهم مسافر، وان في مشاكل ما بينها وبين الروسيين في القرارات اللي بتاخدها في مشروع من اجل الديمقراطيات المهددة حول العالم. لكن دايما اعضاء الكونجرس مش بيوافقوا على قراراتها، فبيشك هيرسل ان الروس اللي عاوزين يقتلوها، لكن إلينا بتقول إيثان بلغها انهم امريكان فغالبا هيقتلوها بسم روسي علشان يبلغ الكونجرس ان روسيا هي اللي عملت كده، وده اللي يخلي الكونجرس يوافق على قراراتها. وبتكون دي خطة محطوطة من حد تاني مؤيد لأفكارها، وبتعرف من هيرشل إنها موجودة على رحلة 610 وهي نفس الرحلة اللي بيكون وصل لها إيثان. وبيجري إيثان علشان يلحق الطيارة، لكن بتأمر إلينا إن الطيارة دي تقف وما تقلعش، وبتوصل نورا في الوقت ده وبتطلب من إلينا إنها تسيب الطيارة تقلع وإن إيثان هيتصرف، لكن ما بتكونش إلينا واثقة في كلامها لحد ما بتعرف تقنعها وبتخليهم يسيبوا الطيارة تقلع. وبيوصل إيثان لخزنة الشنط في الطيارة وبيبدأ يوقف القنبلة، وبيوصل للشخص المجهول على موبايله إن القنبلة بتقف، فبينزل للخزنة علشان يقتل إيثان، وبتبدأ خناقة بينهم وبتنتهي أخيرا بإن إيثان بياخد السم ده وبيحبس الشخص المجهول في التلاجة ويحط معاه السم ويقفل عليهم الاتنين لحد ما بيموت الشخص ده أخيرا. وفي نفس الوقت الطيارة بترجع تاني للمطار بعد ما شاف قائد الطيارة إيثان والشخص المجهول وهم بيتخانقوا معاهم أسلحة، وبينزل إيثان من الطيارة وبتجري الشرطة تقبض عليه، لكن بتفهم المحققة إن هو اللي ساعدهم وبتطلب منه إنه لما يتعافى يكلمها. وبيظهر إيثان بعد فترة وهو مسافر مع مراته وبنته في المطار بعد ما تعين ضابط في شرطة نيويورك. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تقول لنا رأيك تحت في الكومنتات، واستنونا في الملخص اللي جاي. سلام.